قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نسأل الله العافية. هؤلاء جهال أو أنهم عندهم زيغ. ما أبو حنيفة من أئمة أهل السنة، بل هو أقدم أئمة أهل السنة بعد الصحابة وبعد التابعين. هو أقدم الأئمة الأربعة، أخذ عن التابعين، وقيل إنه أخذ عن الصحابة، فهو تابعي أو من أتباع التابعين، وله القدم في الإسلام وله الفقه وله العبادة والورع. لا يجوز، هذا من أئمة المسلمين. إذا طعنت في إمام من أئمة المسلمين طعنت في المسلمين، لا يجوز هذا. ولا نقول إنه ما عنده أخطاء ترد، ولكن الحمد لله العقيدة سليمة والمنهج سليم. وكونه يخطئ في بعض الاجتهادات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. فإذا طعنت في أئمة الإسلام، في أبي حنيفة ولا غيره، قد طعنت في الإسلام.